السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ تعالى اقولك على طريقه حلوه جدا. لو انت عندك شوز ضيق او اشتريتي شوز ضيق وعاجبك وفي نفس الوقت يعني بيضايقك جدا لانه ضيق، هقولك على فكره حلوه جدا. ببدا كده اجيب كيس نايلون اللي هو بتاع التلاجة ده، ببدا ادخله في قلب الشوز بالطريقه دي، وحاولي تدخلي الكيس من عند وش الشوز نفسه، يعني تدخلي الكيس للاخر، وتبداي تمليه ميه من الحنفيه عادي كده، وابدا اقفل الكيس كويس، وابدا احط الشوز ده في كيس نايلون علشان برضك اتفادى اي حاجه في الفريزر، واحطه في الفريزر واسيبه لحد ما يتجمد تماما. هربطه طبعا كويس عشان الميه ما تسربش منه. بالشكل ده بالظبط هتعملي كده. هبدأ بقى اجيب كيس هحط الشوز فيه. بصوا الطريقة دي تمشي على اي شوز، شبشب، اي حاجة انت عايزة توسعيها هتتوسع من نمرة لنمرتين. وفي جنب من الفريزر هبدأ احطه كده لحد ما المية دي تتجمد وتبقى تلج. بعد كده بتبدأي تشيلي الكيس، هيتشال معاكي بكل سهولة، بس هتلاقي مفاجأة